السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ منوريني ومشرفيني في قناتي. معانا النهاردة أكلة كده سهلة ولذيذة، وتنفع كمان أكلة للعزومات. أكلة حلوة قوي ان شاء الله هنعملها بكل تفاصيلها، وهتكون سهلة جدا عليكم. اول حاجة عملناها جبنا البطاطس كده، وقورناها زي ما انتوا شايفين كده. عملنا فيها كده من جوه فتحة زي ما بنقور الكوسة والبتنجان او اي حاجة بالمقورة كده، واحدة واحدة، لحد ما اتفتحت معايا. وهبدأ بعد كده بقى هحطها في مية زي ما انتوا شايفين كده. شلت حتة من تحت عشان البطاطسية تقف عليها ساعة التسوية. وبكده البطاطس بتاعتي هتكون جاهزة بقى للي انا هعمله بعد كده. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هعمل بقى كل البطاطس اللي معايا بنفس الطريقه، ولازم يكون حجم البطاطسايه متوسط، ما تجيبيش بطاطس كبيره. انا اليوم ده عملت بالبطاطس اللي موجوده عندي في البيت. لكن انا لو نزلت اشتريها هشتريها كلها في الحجم المتوسط، مش هشتري حاجه كبيره. بالمقوره كده بصوا بالراحه كده، واحده واحده، لحد ما ابدا افتحها. واطلع القلب بتاع البطاطسايه، واشيل حته من القاعده بتاعه البطاطس عشان تقف عليها، وهحطها في ميه على طول. حتى اللي هطلعه من جوه البطاطس مش هرميه، هحتفظ بيه. وهقول لكم هنعمل ايه بكل الحاجات دي دلوقتي حالا. زي ما انتم شايفين كده بفضل اقور فيها زي اي حاجه بالظبط كده، لحد ما تديني كده فتحه من جوه كده مظبوطه. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حطيت اللبن بقى يغلي عشان هنعمل شوية بشاميل حلوين. وكمان حطيت مية للمكرونة، وكان معايا قطعتين كده من الفراخ كده حلوين. حوالي نص فرخة او فرخة الا ربع كانوا عندي في الفريزر. حطيتهم كمان يتسلقوا عشان خاطر تبقى صنف جنب الاكل. هحط بصل وفلفل اسود للميه بتاعت الشوربه بتاعت الفراخ بتاعتي. وحاطه اللبن يغلي، وبعد كده هعمل ايه؟ هجيب طاسه فيها حبه زيت، واحطها في النار عشان اشمع البطاطس بتاعتي قبل ما احشيها. هنحشي البطاطس لحمه مفرومه معصجه بطريقه حلوه وجميله، ان شاء الله تعجبكم، يا رب تجربوها. زي ما انتم شايفين كده حطيت البطاطس تتشمع في زيت، كاني بحمر البطاطس بالظبط، بس مش هديها لون غامق، مجرد بس كده ايه، تاخد لون ذهبي كده وتتشمع وتبقى مظبوطه معايا. وبكده هتكون البطاطس بتاعتي جاهزه. ومعلقه على المكرونه عشان هنعمل النهارده مكرونه بشاميل. واللبن بتاعي على النار يغلي عشان نعمل بيه البشاميل. بالنسبة للعصاج عشان هو مش مصوراه النهاردة، العصاج انا جبت كيلو لحمة مفرومة، وحطيت عليه حوالي كيلو الا ربع من البصل او نص كيلو من البصل، حسب ما انتي بتحبي كمية البصل قد ايه في اللحمة. هحط البصل الاول على النار ياخد له تشويحة كده حلوة في معلقة من السمنة البلدي، واروح نازلة عليه باللحمة المفرومة اللي معاه. اول ما اللحمة الاقيها كلها خدت لون، وطبعا بقلبها وكلها تاخد اللون البني الحلو ده بتاع اللحمة المستوية، هنزل عليها بكوباية من عصير الطماطم، او معلقتين 3 كده حلوين من الصلصة. زي ما انتوا شايفين كده بصوا. حطيت لها بقى قرفة وملح وفلفل اسود. حطيت لها بصل بودر. ممكن تحط لها جنزبيل، جوز الطيب، كل دي حاجات ممكن تحطيها على عصاج اللحمة بتاعتك، بيديها طعم حلو جدا. انا حطيت ملح وفلفل وقرفه وجنزبيل وبصل بودر وبشره حلوه كده من جوز الطيب، وهقلبهم كويس. وهسيب الطماطم بقى اللي انا حطاها دي لحد ما تتسبك. ممكن كمان بتزودي معاها نص كوبايه ميه مغليه. وتسيبيها بقى تاخد وقتها كده لحد ما تتسبك كويس قوي، هتديكي لون تحفه للطماطم. احنا عملنا العصاج مع بعض كذا مره، بس انا حبيت اعيد لكم الطريقه تاني عشان تثبت معاكم. والبطاطس كمان بصوا اتحمرت لونها ذهبي وجميل ازاي، والمكرونه بتستوي والفراخ كمان بتستوي. هحط بقى حله على النار، واحط فيها كوبايه من الزيت، كوبايه من السمنه، وكوبايه من الدقيق. وهحط حلة تانية على النار عشان اعمل الصلصة اللي هسوي فيها البطاطس المحشية اللي معايا. اول حلة هحط فيها كوباية من السمنة وكوباية من الدقيق. الحلة التانية هحط فيها معلقتين سمنة ومعلقة من الثوم المبشور او المفروم.
وهبدأ اقلبهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده سايبه العصاج على اللحمه ياخد وقته على النار براحته لحد ما يتسبك ويبقى مظبوط. وحطيت كوبايه دقيق على نار هاديه عشان خاطر احط فيها الدقيق واعمل البشاميل والتومه بتاعتي لصلصه البطاطس. زي ما انتوا شايفين كده مجرد ما التومه هتاخد لون ذهبي كده خفيف ويبقى ريحتها طلعت هنزل عليها على طول بالطماطم واسيبها تتسبك براحتها. ما تنسوش حبة الملح اللي بيتحطوا على الطماطم عشان يعادلوا مستوى الحموضة اللي في الطماطم. هنزل بكوباية الدقيق بقى على السمنة واقلب تقليب مستمر لحد ما ريحة الدقيق تطلع معي. انا مش بحمر الدقيق، انا بس بخلي ريحته تطلع ويبقى مستوي. اول ما يطلع ريحة الدقيق كده هنزل عليه باللبن. كوباية دقيق عليها كوباية سمنة بياخدوا كيلو لكيلو ونص لبن حسب ما انت عايزة قوام البشاميل اللي معاكي. هفضل بقى اقلب تقليب مستمر وبعد كده هنزل باللبن بتاعي على طول على البشاميل. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هجيب اللبن احطه على طول على الدقيق. اهم حاجه توطي النار على حله البشاميل وتقليب مستمر عشان ما يكلكعش معاكي. طب لو كلكع هنعمل ايه؟ حطيه في الخلاط ياخد ضربه خفيفه وصفيه بمصفى حلو ورجعيه على النار تاني ياخد خلوه. هيبقى معاكي قوامه مظبوط وكريمي وزي العسل. ولما تيجي تحطي اللبن حطي اللبن بالقشطه بتاعته وكل حاجاته كده زي ما هو. هتنزلي بكيلو اللبن كله. انا حطيت كيلو لبن ورجعت زودت تاني حبه تانيين حوالي ربع كيلو لبن. زي ما قلتلك بياخد من كيلو وكيلو ونص لحد حسب القوام اللي انت بتحبيه. حطيت ملح وفلفل اسمر وجوز الطيب على البشاميل. بصوا زودت حبه لبن تاني كده وفضلت اقلب لحد ما غليت معايا غلوه واحده هطفي عليه على طول. وكده هيكون البشاميل بتاعي جاهز. والصلصه كمان زي ما انتم شايفين بتغلي كده وزي العسل. حطيت على الصلصه حطيت لها ملح وفلفل والسكر. طبعا ممكن تزودي حبه بصل بودر، ممكن تزودي حبه بابريكا صغيرين، اي حاجه انتي حباها. ممكن تحطي رشه كزبره كمان ناشفه. هفضل اقلب بقى في البشاميل بتاعي لحد ما يظبط وقوامه يبقى كريمي معايا. اهم حاجه في البشاميل التقليب المستمر لحد ما يديك القوام المناسب. مجرد ما يبدأ غليان هو كده هيكون استوى. هتطفي عليه على طول. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. المكرونة البشاميل من الاكلات اللي انا بحبها جدا واللي هعملها لكم بكذا طريقة وكذا وصفة. احنا عملناها قبل كده مكرونة بشاميل بالعصاج من غير صلصة. المرة دي عاملين مكرونة بشاميل بالعصاج في صلصة. هنعمل لكم كمان مكرونة بشاميل بالبسطرمة ومكرونة بشاميل بالصدق وهنعمل نجرسكو بالفراخ طبعا ووصفات كتير قوي للبشاميل معانا ان شاء الله الفتره الجايه هتعجبكم باذن الله. زي ما انتم شايفين كده الصلصه اتسبكت وشلتها بقى عشان ابدا تقفيل الصواني بتاعي. والبشاميل كمان مجرد ما هياخد غلوه هطفي عليه. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هجيب صينيتين بقى للبشاميل كده وادهنهم بزيت. انا سلقه كيلو من المكرونه، حطيت عليه كيلو من اللحمة المفرومة وكوباية دقيق وكوباية زيت وكيلو ونص لبن. دي مقادير صواني البشاميل بتاعتي. هحط طبقة من البشاميل كده تحت في الصينية في الصينيتين طبعا. وبعد كده هنزل عليها بنص كمية المكرونة. طبعا بما اني عاملة صينيتين هحط ربع الكمية في الصينية دي وربع الكمية في الصينية دي. ربع كمية المكرونة اللي انا عاملاها هحط ربع تحت وربع فوق يبقى نص كل صينية اخده نص كيلو من المكرونة. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هساوي المكرونة تحت كده واظبطها وهنزل عليها بعد كده بالعصاج اللي انا مجهزاه اللي هو العصاج ابو طماطم او صلصة، عصاج احمر يعني هيدي طعم وشكل تحفة لصينية المكرونة.
وهيبقى طعمها عسل عسل عسل. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. انا ما حطيتش اللحمه كلها في البشاميل، انا سبت حبه لحمه عشان احشي بيهم البطاطس اللي معايا. زي ما انتوا شايفين كده هساوي اللحمه في صينيه البشاميل، واهم حاجه تكون اللحمه مغطيه صينيه البشاميل كلها. وبعد كده هنزل بربع تاني من المكرونه. زي ما انتوا شايفين كده هحط على وش الصينية دي حبة والصينية دي حبة، وهساويهم وانزل عليهم بباقي كمية البشاميل اللي معايا. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هساوي المكرونة كده على الوش عشان اغطي اللحمة، وهنزل عليها بقى بكمية البشاميل. زي ما انتوا شايفين كده قوام البشاميل اللي معايا ولا تقيل ولا خفيف، قوامه مظبوط. نزلت بقى بالبشاميل كله. انا بحب كميه البشاميل تكون مظبوطه على الوش مش خفيفه، بحب حبه بشاميل حلوين كده يغطولي الوش كله ويدوني طبقه من البشاميل كده حوالي سنتي كده، وتبقى طعمها لذيذ. بعد كده هعمل ايه تاني؟ هرش بقى رشه من الجبنه الميكس. اهم حاجه الجبنه على وش المكرونه البشاميل بالجبنه بتديكي طعم تاني. ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هجيب بقى الجبنة وارشها كده على وش الصينية، وخلي ايدك فرطة في الجبنة. اهم حاجة الجبنة على وش البشاميل بتديله طعم وشكل تاني خالص، حاجة كده بتبقى روعة وجميلة. بكده الصواني البشاميل بتاعتي جاهزة، هدخل بيها على الفرن على طول واسيبها لحد ما تستوي براحتها. لو عندك حتة قشطة زوديها على الوش كمان، وممكن ترشي رشة سمنة خفيفة قوي على وش الصينية. الحاجات دي بتساعد الوش ان هو يبقى محمر وشكله زي العسل. كده الصينيه بتاعتي جاهزه، حطيت لها حته قشطه بقى وهدخلها الفرن. بالنسبه للبطاطس انا جبت صينيه وحطيت فيها القلب بتاع البطاطس اللي انا عاملاه كله. وهبدا ارش رشه من الصلصه، وهوقف البطاطس بتاعتي اللي انا حشيتها. بصوا بحشيها زي المحشي كده عادي، كأنك بتحشي كوسة او بتنجان او اي حاجة. ده حجم البطاطسايه اللي المفروض تجيبيه. بحشيها كده باللحمة زي ما انتوا شايفين كده، لحد اللحمة ما تبقى باينة كده على الوش. كده هي جاهزة. ممكن تحطي حبة جبنة على وشها برضو، وممكن تسيبيها كده زي ما هي. زي ما انتوا شايفين كده خلصت كمية اللحمة اللي معايا، والبطاطس كمان جاهزة. هنزل عليها بقى بشوية الصلصة اللي معايا دي. وبكده الصينية جاهزة تخش برضو الفرن. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معايا نص كيلو بقى من اللحمة المفرومة هنا، وهحط عليه بصلتين مفرومين حلوين كده، وملح وفلفل وجوز الطيب، واقلبهم كويس قوي، واصبع الكفتة بتاعتي. هعمل شوية كفتة كمان جنب الأكل كده حلوين يستاهلوا بقكم. زي ما انتوا شايفين كده نسبة الدهون في اللحمة لازم تكون كويسة، مش لازم تكون لحمة حمرا، لازم تكون لحمة ملبسة تطلع معاكي أحلى كفتة. زي ما انتوا شايفين كده حطيت البصل ما يكونش فيه مية. اعصري البصل وحطيه على اللحمة المفرومة اللي معاكي، وملح وفلفل وجوز الطيب، وحطيت كمان شوية بصل بودر. وبكده هبدأ أصبع الكفتة بتاعتي على طول. هحط بقى دهنة سمنة كده في الصينية اللي هسوي فيها الكفتة، وابدأ اجهز صوابع الكفتة على طول. جبت السيخ بتاع الفرن. انا مش هدخل السيخ ذات نفسه الفرن، هي كفتة في الفرن عادية. بصوا هصبع عليها الكفتة الحجم اللي انا عايزاه واطلعه. انا كده شايفه حجمها مناسب جدا، وهتديكي طعم احلى. عارفه ممكن كمان تاخدي ميه البصل اللي طلعت وعليها طماطمايه مبشوره ومتصفيه، وتحطي عليهم ملح وفلفل وجوز الطيب، وتمسحي بيهم الكفته من بره. هتبقى متشمعه وتطلع معاكي زي الكفته اللي بتشتريها من بره بالظبط. هعمل كمان شويه رز بالشعريه كده جنب الاكله الحلوه دي، عشان نبقى عملنا كل حاجه في الاكله بتاعتنا النهارده، وتبقى اكله تليق بالعزومات بجد. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حطيت معلقة سمنة ومعلقة من الزيت عشان الرز بتاعي يطلع مفلفل، وهنزل عليهم بمعلقتين من الشعرية، وهفضل اقلب كده لحد ما الشعرية تاخد اللون الذهبي الجميل. اول ما الشعريه تاخد اللون الذهبي بتاعي، هنزل عليها بكميه ميه بتاعتي. ميه قد ايه؟ كيلو رز عليه لتر من الميه. يعني هتعايري كوباية الرز قصادها كوباية من المية. وبعد ما بتخلصي العيار بتزودي نص كوباية او كوباية الا ربع من المية زيادة عن العيار بتاعك، يطلع معاكي رز مفلفل ومظبوط، ولا هو ني ولا هو معجن.
هفضل اقلب بقى في الشعريه لحد ما تديني اللون الذهبي المظبوط ده. وبكده هتبقى الشعريه بتاعتي جاهزه. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا لون الشعريه عمال يغمق معايا ازاي. انا هخليها ذهبي مش هخليها غامقه. هي بمجرد ما توصل للون الذهبي بيبقى شكلها حلو قوي في الرز، وبتدي شكل للرز جميل. نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. دي الوصفة بتاعت النهاردة، دي افكار للعزومات، ممكن تاخدي منها افكار عشان تعمليها في العزومات لو انتي محتاسة ومش عارفة تعملي ايه في العزومات اللي عندك. عملنا النهارده كذا وصفة. عملنا المكرونة البشاميل بطريقة حلوة والعصاج بتاعها كان فيه صلصة. عملنا كمان البطاطس المحشية لحمة مفرومة ومستوية في الصلصة. وعملنا الكفتة والرز بالشعرية. وصفات النهارده كانت حلوة وسهلة وجميلة. وكان معانا كمان حتتين فراخ اتسلقوا كده جنب الأكل. ونقلب بقى الرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين. اول ما الميه غليت نزلت بالرز وهسيبه لحد ما يشرب الميه. اول ما الميه تشرب هديله تقليبه واوطي عليه النار واسيبه يستوي براحته. الرز ما بيقعدش ياما على النار، على نار هاديه حوالي نص ساعه، ممكن اقل من نص ساعه كمان. هنقله بقى على نار واطيه عشان هو اتشرب كده، واديله تقليبه واسيبه بقى لحد ما يستوي معايا خالص. كده الوصفه بتاعتنا خلصت. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. ما تنسوش تقولوا لاصحابكم وحبايبكم على القناه. وما تنسوش تدعموني كمان. الكفته حطيت لها معلقه سمنه ودخلتها الفرن. بصوا شكل الاكل طالع زي العسل ازاي. الرز والكفته والبطاطس والبشاميل اخد لون حلو جدا. بكده الوصفه بتاعتي خلصت. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.